السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. تصريح خطير من المغربي فوزي لقجع بعد أحداث مباراة فرنسا وإسرائيل. يفاجئ الجالية الجزائرية في فرنسا ويوجه رسالة إلى الفيفا. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو أنت محب للمنتخب الجزائري ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. في تعليق مفاجئ من فوزي لقجع على أحداث مباراة فرنسا وإسرائيل بدور الأمم الأوروبية، صرح فوزي لقجع وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة جول الفرنسية، وقال: أود أن أتناول ما حدث في المباراة التي جمعت بين فرنسا وإسرائيل في فرنسا. في البداية لا يمكن إنكار أن الجماهير الجزائرية في فرنسا تمثل جزءا مهما من الجالية الجزائرية الكبيرة المقيمة هناك، والتي تحرص دائما على متابعة كرة القدم والتشجيع بحرارة كبيرة، أو التعبير عن مواقفها في مثل هذه الأحداث. وجودهم بهذه الكثافة ليس مفاجئا، بل هو دليل على مدى شغف هذه الجماهير وتأثيرها. أتعجب شخصيا من اختيار الاتحاد الدولي فيفا فرنسا لاستضافة هذه المباراة. مباراة ذات حساسية كبيرة مثل هذه كانت من الممكن أن تقام في أي بلد آخر. القرار لم يكن موفقا من الفيفا، خاصة وأنه تجاهل الحساسية التاريخية والثقافية الموجودة في هذا السياق. هذا الأمر أدى إلى استفزاز واضح للجماهير الجزائرية، وهو ما انعكس داخل الملعب من خلال تصرفاتها. يجب أن نشير إلى أن الجماهير الجزائرية معتادة على دعم منتخباتها الوطنية في كل مكان، وهي تظهر دائما بشكل مشرف في كل البطولات. هذه الجماهير لطالما أظهرت انضباطا وصبرا حتى في مواقف تعرضت فيها الجزائر لظلم تحكيمي واضح، سواء في كأس العالم أو البطولات الأفريقية، ولم تتفاعل بعنف أو غضب كما فعلت في هذه المباراة. لذا رد فعلها هذه المرة يعكس استياء أعمق من مجرد كرة قدم. ولكن أحيي الجماهير الجزائرية على حبها لكرة القدم وشغفها الذي يميزها دائما. ومع اقتراب بطولة أفريقيا التي ستقام في المغرب، نحن متحمسون لرؤية هذه الجماهير تحضر بكثافة لدعم منتخباتها، ونتمنى أن تكون البطولة فرصة للاحتفال بكرة القدم الأفريقية في أجواء رياضية وأخوية. كرة القدم هي جسر يجمع الشعوب، ويجب أن تدار بحكمة واحترام لجميع الأطراف لتظل دائما مصدر فرح وسلام. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.